لو سمحت يا مصطفى هو هيكلمك. انا بقول لحضرتك انا بقول هو مش بيحقق هو اللي انت تمنعني ان انا اخش ادي صوت. مش هخش بالفن ولا مخلوق من حقه يمنعني اخش ادي صوت. انت لابس حاجه عليها 25 يناير هيموتوا الثوره والله العظيم. ده احنا لو لابسين عليه حتى صوره مرسي ولا صوره شفيق عشان هم ما بيعترفوش. ما خلاص ما الثوره ماتت، هم في دماغهم كده اللي الثوره ماتت خلاص والله. بس يطلع يقول لنا ممنوع ليه بس لا نفهم بس. ده جاي من الفيسبوك ده اصلا مفيش حد من حقه ان هو ياخد التليفون بتاعك وياخد حاجتك ويدخلك. انت داخل سفاره بلدك داخل تنتخب. بص انت دخلت اكتر من شخص مع بعض. بعد اذنك يا عم عمرو ندخل انا واحمد مع بعض. اقفل الباب اقفل excusez-moi monsieur. يا مصطفى يا مصطفى اقفل الباب يا مصطفى يا مصطفى اقفل الباب. بص انت كده خلاص بس بالراحه انت اخوك فوق احنا بنخاف. هو اخوك فوق احنا بنخاف يا ابني. هو اخوك فوق احنا بنخاف. ما تطلع له رئيس اللجنه من جوه. انا داخل الصوت يا فندم لابس تيشيرت مكتوب عليه الثوره مستمره. منعوني احنا عملنا ثوره عشان كده. عامل ايه؟ طب ممكن رئيس اللجنه يا جماعه نتكلم معاه؟ هو مش عايزين حضرتك انت رئيس اللجنه؟ انا عايز اعرف انت كل مره تطلع لنا ليه؟ فين رئيس اللجنه؟ انت طلعت يعني تنفس ولا طلعت تسلكنا؟ شغل سياسه التسليك دي خلاص. هتخش الصوت بالتيشيرت بتاعها مش عايزين يدخلونا يعني حضرتك ما ينفعش الناس تبقى ايه ده؟ ما ينفعش الناس بتخش جروبس والناس دي تتمنى ان هي تخش جروب. يقول لي انت لوحدك يقول لي انت لوحدك. هتخش تصورت ومحدش هيخش. يعني ايه ثلاثة ولا شغل؟ ايه المعامله دي؟ طلبنا رئيس اللجنه. فين رئيس اللجنه؟ فين رئيس اللجنه؟ ليه انت بتطلع كل مره؟ انت على دماغي من فوق. بس احنا عايزين في رئيس لجنه اسمه ناصر كامل. صح؟ فين؟ ولا هو قاعد برنس وانتوا كلكم شغالين تحت رجليه؟ لا هو ما يقدرش يطلع. هو ما يقدرش يطلع. يا عم منظرنا نضيف يا عم، منظرنا نضيف. منظرنا احنا بنتكلم كلام صح. لو انت معانا قلت كلمه حق مش معانا يا ريت تسمع. بس خلاص طلع لنا رئيس الكامل. طلع لنا رئيس اللجنه. من حقنا نشوف رئيس اللجنه. الناس اللي جوه تطلع معلش بعد اذنك. الناس اللي جوه تطلع فيها. ازاي تقبلوا تدخلوا ناس كتيره مع بعض واثنين؟ لا ما تدخلنيش دلوقتي عشان احنا عملنا مشكله. عشان عملنا مشكله. لا احنا المفروض تدخلنا زينا زي كل الناس. هو بيتعامل معايا كأن انا راجل ارهابي جاي افجر السفاره يا فندم. لا الراجل ده هو وانت على اللي بالسويتشيرت اللي زق احمد بن وش. ولا عشان شخص هنتحدى الشعب كله؟ مفيش تحدي. هو عشان ناصر كامل هيتحدى كل الناس؟ Monsieur, nous sommes devant l'ambassade, nous sommes des citoyens vénézuéliens, nous avons le droit de voter, donc nous sommes en train de faire la queue comme tout le monde. Donc nous avons eu des problèmes avec les personnels de l'ambassade. S'il vous plaît, laissez-nous faire la queue puisque nous sommes là pour une raison. Pour l'instant, donc on reste juste là, d'accord. Il y a le monsieur aussi, lui, qui gère. Vous pouvez déjà commencer à faire une queue. Les personnes qui veulent voter, s'il vous plaît, faites une queue. احنا هنخش مع بعض. خلاص هيدخل. اعمل طابور. انا بدخل ناس واحد. اعمل طابور لو سمحت. واحد ازاي؟ في 8 دخلوا مع بعض يا استاذ. جروب مع بعض دخلوا. يا عندي انا قال لي انت بص هتقف اللجنه خالص وهتخش واحد. انت يضايقك مش انت المهم عندك انك تصوت؟ لا يكون في عدل ما بين كل الناس. يكون في عدل ما بين كل الناس. مش بس مش داخلين يعتصموا يعني. اولا حضرتك بقول لك التيشيرت عليه
دعايه ايه 25 يناير دعايه للثوره المصريه. خش بالتيشيرت يا سيدي. اولا، ثانيا الناس كلها تدخل 5 6 واحنا انتوا واحد بعد الثاني. اعمل طابور وهدخلك. اعمل طابور. هو شكله ارهابي؟ ما شكلوش ارهابي، يقول له هدخلك. انا شكلي ارهابي يا سيدي على عيني من فوق. ناصر كامل هو الارهابي مش انت الارهابي. ممكن تعملوا طابور طيب؟ يعني عاوزين تخشوا تصوتوا اعملوا طابور. طب ممكن اسال حضرتك سؤال؟ هو حضرتك جديد هنا؟ لا مش جديد. طيب تمام، انت ازاي بتشتغل مع ناصر كامل بعد ما طلع شتم الثوار في هتعملوا مش هيرد طابور. عليك. طب قلت لاولادك ايه طيب؟ هتعملوا حضرتك عاوز تخش صوت؟ انا بس بسال. انا بس حضرتك هتخش تصوت؟ انت مش مواطن مصري، انا مواطن زي حضرتك عاوز تخش طب تصوت؟ شعور حضرتك ايه دلوقتي وانت بتخدم معاه؟ انا بخدم المصريين اللي لا 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 حضرتك عاوز تخش شعور تصوت حضرتك ولا كان ايه يعني؟ لا اله الا الله. انا بساله سؤال عادي جدا. لما هو مش رئيس لجنه مش قادر يطلع يتكلم مع الناس، حاطين له رئيس لجنه ليه؟ انا عايز افهم السؤال ده. لما هو رئيس لجنه ما بيخرجش يتعامل مع المواطنين وما بيتكلمش معاهم، حاطينه رئيس لجنه انتخابيه ليه؟ حاجه بالعقل كده. اي مشكله لازم رئيس اللجنه اللي يكون موجود، ولا هو حاسس ان هو يعني مرتكب جرايم وخايف مش عايز يفتح عينه فين؟ طبعا قلة الأدب اللي انتوا شايفينها في الفيديو ده من السفير ناصر كامل، بعد جايب قوات زي ما انتوا شايفين كده كأنها حرب أهلية، وبيستعين بالقوات الفرنسية عشان خاطر على أساس إن الشباب الثوار عايزين يدخلوا بتيشيرتات زي ما انتوا شايفين كده، تيشيرتات مكتوب عليها زي ما انتوا شايفين 25 يناير الثورة مستمرة. الاعتراض كله على التيشيرتات دي. بعد جاب جيش عشان خاطر الشباب، 3 شباب عشان خاطر 3 شباب من الثوار. ناصر كامل بعد جاب جيش زي ما حضراتكم شايفين اهو. اهو الكاميرا بتتحدث عن نفسها. هو ده الحاجه اللي بتوريكم ما زال شايف ايه؟ طبعا احنا قدام السفاره المصريه بفرنسا حوالي الساعه 6 مساء. البوليس ده كله والجيش ده كله اتطلب علشان خاطر 3 شباب. انا رايح عند اللجنه الانتخابيه اهو. 3 شباب لابسين تيشيرتات مكتوب عليها 25 يناير الثوره مستمره. السفير ناصر كامل السفير المصري بفرنسا اللي المفروض ان هو رئيس اللجنه الانتخابيه طلب البوليس او الجيش ده كله عشان خاطر ال3 شباب، وال3 شباب محسوبين على التيار الثوري زي ما حضراتكم شايفين. العشرات من ضباط الجيش الفرنسي الجندرميه زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا انا في اعتقادي ان ده انتهاك باين، انتهاك رسمي للاراضي المصريه من قبل الجيش الفرنسي. كل الجيش ده عشان خاطر 3 شباب لابسين تيشيرتات مكتوب عليها 25 يناير الثوره مستمره. ما نعرفش ان الكلمتين اللي مكتوبين دول على التيشيرتات 25 يناير الثوره مستمره هتعمل هياج نفسي لناصر كامل الدرجه دي. ده تصرف غير اخلاقي من السفير المصري، السفير المصري بفرنسا. لا ده اللي العيال ما مشوش كده، انا مصوره كل شيء. طبعا البوليس لما هاجم على السفاره مد ايده على الشباب دي. يعني البوليس الفرنسي مد ايده على شباب المصريين بسبب السفير المصري اللي اسمه ناصر كامل.
قمة السفالة وقلة الأدب. طبعا دي كلها دي على عربيات البوليس اللي جت للثلاث شباب. كام عربيه؟ كل دي العربيات اللي جت للشباب. تاني 1 2 3 4 5. دي السفاره المصريه لفرنسا. يسقط حكم العسكر.